ايوه انا اللي عملت العدس بالفريك، وجايه اسير الجدل واقولك كفايه عدس بالطريقه العاديه، عشان دي هتكون اجمل مره هتعملي فيها شويه عدس. هقولك على اضافات وتكات هتخليكي تعملي اجمل طبق عدس في الدنيا. طبعا الفيديو ده اهداء لمحبي الفريك، لكن اللي ما بيحبوش الفريك فايتهم كتير قوي. حمصيلي بس كده كام رغيف واتفرجي على الفيديو هتستفيدي جدا. قبل ما نبتدي ما تنسيش تشجعيني بأجمل لايك، كمان ما تنسيش المتابعة والاشتراك لوصفات ويوميات أم ريانة. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعتذر جدا على صوتي، البرد مش سايب حد في حاله، ربنا يا رب يعافي الجميع. معايا كوباية عدس ومعايا نص كوباية من الفريك. كوباية العدس مغسولة طبعا ومتصفية. بالنسبة للفريك يا جماعة، لو مش هتقدري تجيبي الفريك المعلب اللي هو الغالي اللي هو ما بيتنقاش، يبقى هاتي الفريك السايب، وعشان تنقيه اغسليه وبعدين نقيه، لانه بعد ما تغسليه هتبص تلاقي الحصى والزلط بان جدا وسهل انك تنقيهم بعد الغسل. يلا بقى نشوف هنعمل في الفريك ده ايه. انا معايا ربع كيلو عدس ونص كوبايه من الفريك، وطبعا كلها كميات تقديريه. جبت بوله ونقلت الفريك، انا طبعا كنت غسلاه زي ما قلت لكم. هبتدي احط عليه ميه مغليه، هغمره بالميه كله، وطبعا اساسي جدا تحطيه في الميه المغليه عشان ياخد نص تسويه في الميه. الفريك ما بيستحملش اصلا تسويه وبيستوي بسرعه، يعني الميه المغليه هتساعد على سواه. هركنه كده نص ساعه، ويلا بينا بقى نشوف الخضار اللي هنحطه على شوربه العدس. معايا جزرايه، معايا بطاطسيه صغيره، معايا بصلايه، كمان معايا طماطمتين، ومعايا 4-5 فصوص من الثوم، وفلفلايه حمراء او خضراء اللي عندك. شويه خضار هيطعموا لنا جدا جدا شوربه العدس. ناخد الخضار وعلى البوتاجاز على طول كده حله هنحط معلقتين حلوين من السمنه البلدي. لو عندك دهنه مش سياحه برضو حطي، بتبقى لذيذه مع شوربه العدس. دلوقتي بقى هاخد الخضار اللي قطعته وهشوحه في السمنه. وجربي بقى التكه دي انك تشوحي الخضار كويس مع السمنه لو بتعملي شوربه العدس العاديه او الشوربه بالفريك. الخضار فعلا بيتكرمل وينزل السكر اللي فيه وبيدي الشوربه طعم حلو قوي. يبقى رايح جاي هنفضل كده نقلب في الخضار لغايه اما يتكرمل معايا. دلوقتي بقى وهو بيتشوح معايا هنزل بمعلقه صغيره من السكر، وكمان معلقه من معجون الطماطم او صلصه الطماطم الجاهزه. جربي كده الاضافات اللي بقولك عليها دي، ومستنيه تجربي ومستنيه رايك في التعليقات. يا سيدي على الجمال والروائح الجميله. والله انت عارفه وانا شغاله في الشوربه دي ما فيش ريحه شوربه العدس العاديه، لا لا لا، هي ريحه جميله وطعم روعه. يلا تقلبتين 3 كده لغايه اما الصلصه تندمج كويس والسكر يسيح. هنزل على طول بكوبايه العدس. زي ما قلت لك دي حوالي كده ربع كوبايه، هي بس كده كانت لازقه في الطبق لاني غسلاها ومصفياها فمسكت في بعضها. وهات بقى يا تشويح في العدس مع الخضار والاضافات اللي حطيناها ونشم اجمل الروايح. يا عيني يا عيني على الشوربه دي في الشتاء اساسيه. احنا المصريين نموتوا على العدس نعشقوه عشق. يلا بقى كده نضيف على طول الميه المغليه ونسيب بقى العدس والخضار بتاعنا يستوي. يلا هنسيبه، مش هحط اي اضافات خالص ولا اي توابل في المرحله دي. وطبعا النار عندك تبقى وسط، ما تعليش النار عشان العدس كده ايه ياخد حقه في التسويه. ما بياخدش وقت كتير، نص ساعة وبتلاقي العدس كده ما شاء الله استوى هو والخضار. عليكي بقى وعلى الهاند بلندر، لو ما فيش يبقى في الخلاط، وهبتدي اهرسه على طول هرس ناعم جدا جدا. وطبعا العدس بعد الضرب بيتقل جدا، محتاجين بقى نزوده كده شوية مية مغلية، او لو عندك شوربة ماسورة. الله، شوربة ماسورة بالعدس دي يا جماعة جنان. يلا انا بقى ما عنديش فاستخدمت شويه ميه مغليه او حتى شوربه عاديه على فكره تنفع، ونزلت على طول بنص كوبايه الفريك المنقوعه في الميه المغليه. عايزه اقول لك الفريك اصلا كان مستوي نص تسويه في الميه، يعني مش هياخد وقت كده في شوربه العدس وتقولي معقول هو الفريك هيستوي في الشوربه. هيستوي، وجربي. يلا بقى نطعم الشوربه بتاعتنا كده بكيس من مرقه الخضار، ودي اختياريه طبعا، لو هتحطي شوربه تقدري تستغني عن المرقه. نزلت بنص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كزبره ناشفه، وكمان معلقه ونص كده من الكمون. انتوا عارفين دي التوابل الاساسيه لشوربه العدس المصريه. دلوقتي بقى هملح، هظبط الملح بتاعي وهقلب. يا جماعه الريحه تحفه، الريحه روعه. انا من عاشقين الفريك، انا بحب الفريك في كل حالاته وفي كل الاكلات بجد. اللي بيحب الفريك هيعشق الشوربه دي جدا. يلا كده بقى ندوقها. خلاص يا مريانه كده خلصتي؟ هقولك اصبري بس، اتقلي على الرز لما يستوي
هنضيف بقى دلوقتي تكة بسيطة بعد ما الفريك استوى. زي ما شفتي غطيت عليه وسبته 10 دقايق بالظبط كان الفريك استوى. اللي بحطه ده ايه؟ ده كرفس. انا بحب اخزن الكرفس كده، بقطعه وبحطه في الفريزر، بستخدمه في الشوربات بيبقى حلو قوي. الكرفس موجود دلوقتي في كل الاسواق وبيدي طعم حلو قوي قوي لاي شوربه. دلوقتي بقى معايا العيش البلدي، اساس العدس كده عندنا. لازم ايه؟ نحمص له كام رغيف عيش ونعمل فته جميله. وابتديت اقطع العيش البلدي. عايزه عيش شامي براحتك. والناس اللي دايما تتشائم من قص العيش بالمقص، احب اقول لك مفيش نص صريح بكده خالص. طبعا الاسلام نهى عن التشاؤم وان احنا نتطاير باي حاجه. قصي العيش بالكيفيه والطريقه اللي تريحك، مثلثات بقى، مربعات. ويلا بقى نشوف هنحمصه ازاي. نقلته في صينيه كده، احط عليه معلقتين من الزيت. هتبل العيش ده بقى بشويه من الملح، شويه من الثوم البودر، وشويه من الكمون. بما اني هاكله مع شوربه عدس بضيف الكمون للعيش. قدامك بقى كذا اختيار، يا اما تدخليه في الفرن يا اما تحمصيه على البوتاجاز او في الميكروويف. انا هدخله الميكروويف، بس احط كده في الاخر معلقه سمنه بلدي تديني كده شمخه للعيش وتزود الكلبظه. امال ايه؟ هو احنا ورانا غير الكلبظه؟ يلا بقى هدخله الميكروويف وكل شويه هطلعه اديله تقليبه كده عشان ياخد لون محمر من جميع الاتجاهات. يلا بقى اخر تكه معايا في العدس، طاسه على النار كده، معلقتين سمنه بلدي، وزي ما قلت لك لو عندك دهنه مسيحه هتبقى برضو زي الفل. وهنزل على طول كده بمعلقه من الكزبره الناشفه، احط كمان معلقه من الثوم الفريش، وهبتدي احط معلقه من البابريكا. يا سيدي على الطشه دي وعلى جمالها. هبتدي بقى اشوح التومه بالكزبره والبابريكا يا دوب بس كده تصفر، واوعي تتحرق منك. اخر اضافه ليا معلقه من هريسه الشطه. ما عندكيش هريسه شطه سواء حاميه او بارده، دقي قرن فلفل اخضر وحطيه في الاخر. يلا بقى كده نطش العدس بالدقه التحفه دي. ومش هحط كل الكميه، نصها هحطه في شوربه العدس والنص التاني هنزين بيه الشوربه اثناء التقديم. والله يا جماعه الريحه تحفه، الريحه روعه. جربوا يا جماعه العدس بالفريك مش هتندموا. كفايه بقى عدس بشعريه، كفايه عدس بلسان العصفور. انا كمان بعمل عدس مغمس بالرز برضه بيبقى خطير، بحبه اكتر بالرز وبالفريك. جربوا الفريك، طريقه اول مره تشوفوها على اليوتيوب او على الفيسبوك او اي سوشيال ميديا. محدش بيعمل عدس بالفريك غيري تقريبا كده. العدس مش حكر بس على الشعرية ولسان العصفور، كمان ممكن تعمليه بالشوفان. معرفش باقي الدول العربية يا جماعة اضافاتهم ايه، اعتقد كل دولة بتعمل العدس بطريقة مختلفة. يلا بقى كده اخر شوية من الدقة، تزيين بسيط فوق كل طبق مع شوية جرجير. العدس طبعا ما يتاكلش غير بالايه؟ بالجرجير والبصل. في ناس بتحب تعمل جنبه سلطة، ناس بتاكله بالمخلل. تحفة يا جماعة في كل حالاته. العين طبعا بتاكل اولا، الواحد كده ما يعرفش ياكل ويستمتع غير ومنظر الطباق جميل قدامه. يلا بقى كده نجيب العيش المحمص بتاعنا كده بمعلقة السمنة الجميلة وريحته المفحفحة وشوية شوربة عدس وهم يا جمل بألف هنا وشفا. متأكدة انك بكرة ان شاء الله هتعملي الشوربة دي. في نهاية الفيديو أتمنى تكون الوصفة عجبتك. ما تنسيش الاشتراك في القناة، كمان متابعة وصفات ويوميات أم ريان على الفيسبوك. هسيبلك اللينك في صندوق الوصف. بحبكم في الله، تعليقاتكم الإيجابية بتشجعني كتير. كان معاكم شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.